يلا نكمل مع بعض الجزء الثاني من الكتاب الرابع من مقبرة الكتب المنسية، متاهة الأرواح لكارل زافون بالمختصر المفيد. هتلاقي لينك الجزء الأول في الديسكريبشن تحت. بعد ما تم عزل أليفيا عن القضية، بنشوف سانشيز بيتعذب في السجن علشان يعترف. فين فايس؟ وإزاي خلاه يختلس الفلوس؟ فقال لهم إن فايس كان بيبتزه بقصة استغلال مراته وإجهاضها قبل ما يتجوزها، وإنه كان بيتهمه إن السبب في اختفائها لشهور، وعشان كده خلاه يختلس. لكن المحامي كان عايز ينتقم، فدور ورا ماضي فايس واستغل سارجادو علشان يبقى فيه رسائل تهديد من خلاله، وكذلك مرغادو اللي شغاله سواق عنده، وكان قاصد انه يلبس الموضوع كله لديفيد مارتن اللي كان اصلا بيتهمه بقتل ايزابيلا، فيبقى هو بعيد عن الشبهه تماما. وخطط علشان فايس يروح يواجه ديفيد مارتن، والدليل اللي كان بعته لفايس هو كتابات ماتايكس صديق مارتن. وخطفوا سانشيز مع مرغادو لما وصل، وخبوه في مصنع مقفول تبعه، وعذبوه وقتلوه ورموه في النهر، ولقوا جثته، وهيتاكدوا اذا كانت بتاعته ولا لا من خلال تحليل الاسنان. وكل اللي انا قلته ده اللي قاله ليناردو لأليفيا، وبيقول لها انها بقت حره ومش شغاله عنده، بس هي ما كانتش مقتنعه ان القضيه خلصت كده، وفتحت الملفات لما راحت ولقت اعترافات اللي قالت فيها انها ما تقدرش تحكي الكلام ده لحد عشان خايفه عليهم من الخطر. ولما قرت الاعترافات انهارت أليفيا من العياط، وفوقها فرنانديتو جارها اللي كانت بعتاه علشان يراقب سانشيز، اللي شاف اعتقال سانشيز، بس كمان شاف مرات سانشيز والسواق وهم خارجين، وراحوا على فيلا بعيدة سوا واختفوا فيها، وطلبت منه يروح لهناك ويحاول يعرف ايه اللي بيحصل. وهي راحت تشوف عيلة سامبيري. فرنانديتو شاف اندايا بيعذب سواق سانشيز قدام مراته في الفيلا وبيقتله، فبيهرب فرنانديتو، لكن بيقابل اندايا في وشه وبيقبض عليه. وعلى الناحية التانية أليفيا كانت بتحضر عيد ميلاد سامبيري في وسط عيلته، وبيشوفها فيرمين وبيشك في نواياها، وشافوها نازلة مع بركاس اللي قالها انه عايز يكمل في الموضوع ويوصل للمتاهة. ومشي وراهم وهم رايحين على بيت ماتايكس، ولقوا في البيت سرداب في نهايته جثة لومانو مذبوح. وساعتها اكتشفوا مراقبة فيرمين ودانيال ليهم، وخدوهم يتكلموا معاهم ويشرحوا لهم كل حاجة. وطلبت أليفيا من دانيال وفيرمين 24 ساعة عشان تحل الموضوع ده كله، وده لأنه كان عايز يساعدها عشان ينتقم منه، وهي رفضت عشان خايفة عليه. في نفس الوقت اندايا ساب فرنانديتو يمشي من القسم، وطلب من العساكر يراقبوه ويعرفوا كل حاجة عنه، لكن فرنانديتو بيقدر يهرب منه. وبرجاس بياخد جثة لومانو على المشرحة عشان يعرف ايه اللي حصل، وهناك قاتل مجهول بيموت مساعد الطبيب الشرعي، وبيخش يتصنت على الطبيب الشرعي وبرجاس، وبيعرف منه ان القائمة اللي لقاها في بيت فايس ولقى نسخة منها في عربيته هي تسلسل لشهادات وفاة قديمة. القاتل كان بيفكر في نهاية برجاس زي ما قتل لومانو عشان ياخد مكانها زي ما وعده أستاذه. وفرنانديتو كان وصل لأليفيا وقال لها على كل اللي حصل ليه، سحبت مسدس وقالت له استناني هنا وخرجت. وفايس بنشوفه لسه في الزنزانة، لكن السجان اتغير، بس برضه ما بيردش عليه وبيحط له الأكل والمية ويخرج. وقرب منه شخص وعرفه اندايا، فقال له فايس خرجني، لكن اندايا قال له جملة غامضة قوي، قال له عندك أصحاب وحشين قوي، وسابه في زنزانته وخرج. برجاس كان وصل لمقر الأرشيف واكتشف إن الشهادات دي لوفاة أطفال وميلاد أطفال في نفس اليوم ونفس العمر، منهم طفلتين ماتايكس، والإمضاء لواحد يعرفه كويس. أليسيا بتكلم فرنانديتو على التليفون عشان تتأكد برجاس جه ولا لسه، وتطلب منها إن أول ما يشوفه يخليه يجيلها على الفيلا اللي شاف فيها التعذيب. برجاس بيوصل لشقته اللي قدام شقة أليسيا وبيتقتل على إيد روبيرا، وده القاتل الغامض اللي كان ماشي وراه، وبيقول له هو بينازع في الروح إنه هيستمتع وهو بيخلص على أليفيا زي ما هو مخلص عليه. فرنانديتو لما بيطلع بيكتشف جثة برجاس، وبياخد مسدسه وبيطارد القاتل وبيواجهه وبيضرب عليه رصاص قبل ما يهاجمه، لكن مش عارف هو قتله ولا لا. على الناحية التانية أليفيا بتقتحم الفيلا وبتسمع صوت في سرداب، وبتوصل ليه وبتشوف فايس متكون هناك، بتحاول انها تخرجه، لكن بتحس بخطوات تانية غريبة فالوقت ما بيسعفهاش، فبيطلب منها بس انها تخلي بالها من بنته مرسيدس عشان محدش يأذيها. وبتخرج وبتقابل فرنانديتو وبتعرف باللي حصل لبرجاس، بتقول له يطلع البيت عندها
ياخد الملف اللي مكتوب عليه إيزابيلا ويحتفظ بيه، ولو هي ما ظهرتش في خلال يومين 3 يوديه لفيرمين ويبلغه بكل اللي حصل، ويقول له يقرا المذكرات ويحكم إذا كان يديها لدانيال ولا لا. وراحت ورا روبيرا اللي أصابه فرنانديتو، وفي المكان اللي جريت وراه فيه لقت كنز سالجادو وحيطة كاملة عليها صور من وهي صغيرة ومقتنيات صغيرة منها زي عقب سجاير، كوباية عليها الروج بتاعها، وكتاب متاهة الأرواح اللي اتاخد من أوضتها. هجم روبيرا عليها لكن قدرت تقتله بعد صراع عنيف، ورن تليفونه، ولما ردت سمعت صوت لياندرو مديرها السابق. اللي لحقها فرنانديتو وهي بتنهار تماما بعد المعركة دي، وخد على فيرمين اللي لحقها على المستشفى، وبعدين هربها من المستشفى بعد ما اتعالجت علشان ما يتكشفوش، وخباها فين؟ في مقبرة الكتب المنسية. واندايا بيروح لفايس في زنزانته ويهديه جريدة مكتوب فيها خبر وفاة الوزير ماوريسيو فايس في حادثة عربية. على الناحية التانية بتصحى مرات سانشيز اللي مات في فندق بالاس الفاخر، ولياندرو بيستقبلها وبيناديها باسمها أريادنا ماتايكس. بيقول لها اندايا انه مش هيأذيها لكنهم عايزين مساعدتها علشان تظهر الحقيقة وعشان ما يتكررش اللي حصل لابوها وامها واختها. وعاد عليها حكاية ماتايكس مع ابوها بالتبني يوباش، وازاي انها اتاخدت من البيت وعاشت معاه، وان اختها كانت من نصيب فايس وسماها مرسيدس، وعرفوا انها ما نسيتش وعملت مع سانشيز خطة الانتقام من فايس، بس كان في حد بيراقبها، وان اندايا مجرد دمية. هم عايزين يعرفوا مين اللي بيحرك الخيوط، مين الايد السوداء اللي فوق كل ده، وعارفين ان فايس كان بياخد المسجونين ويعدمهم، وعيالهم بيطلع لهم شهادة وفاة وشهادة ميلاد جديدة ويسلموهم لرجال الدولة علشان يبقوا متواطئين مع النظام. اندايا والياندرو بيحبكوا الخيوط حواليها وبيدوروا على أليفيا اللي بتتعافى بمساعدة أسرة سامبيري وفيرمين جوه مقبرة الكتب المنسية مع أمين المكتبة إسحاق اللي ما بيحبش قرايتها الكتب كراكس، وشايف إن حب بنته نورايا ليه هو اللي أدى لموتها. لياندرو بيعرف من بنت ماتايكس إن ديفيد مارتن هو اللي هربها وقت اختفائها وهي صغيرة، وكان عايز يموت فايس بس هي كانت حامل من أبوها بالتبني، وده اللي خلاه يتراجع وخدها وراح على منطقة حدود أسبانيا. ولما اتولدت الطفلة قبل أوانها وماتت خدها ونزل على البحيرة وغرق معاها، ورجعوها ليوباش اللي حبسها بعد ما حاول يوديها المدرسة الداخلية للأغنياء، واكتشفت هناك إن معظم الأطفال اللي فيها مخطوفين زيها، وقدرت تخرج وتولع في البيت بس ما قدرتش تهرب. سانشيز بقى كان ابن يوباش من علاقة غير شرعية، عشان كده خده تحت جناحه وبقى وصي على التركة لما مات، واتجوزها علشان يحميها. ولما عرف من الوثائق الماضي قرر يساعدها على انتقامها، وجمع السجناء السابقين وحاولوا بقى يوهموه ان ديفيد مارتن ظهر وهيفضحه علشان يرجع برشلونة ويواجهوه. حتى الكتاب بتاع متاهة الأرواح هي اللي حطته في مكتبته، لكن مع ان هي بتحكي كل ده لياندرو مش مخدوعة وعارفة ان هو الايد السوداء، وان كل اللي عايز يعرفه القايمة مع حد تاني ولا لا. واندايا بيستجوب فايس على نفس الموضوع، وقدرت اريادنا تهرب بعد المواجهة دي معاه. واندايا الناحية التانية قدر يوصل لمقبرة الكتب المنسية وبيطارد أليثيا جوه متاهة المقبرة، لكنها بتقدر تتخلص منه وبتخرج وتكلم فرنانديتو وتقول له يودي الملف لفيرمين، وبتبارك له كده بالمرة على ارتباطه بصوفيا، وبتروح على قبر إيزابيلا وبتسيب تمثال ملاك جواه ورقة فيها عنوان فايس وبتتحرك على مدريد. فرنانديتو سلم فيرمين الورق اللي مكتوب فيه رحلتها مع ديفيد مارتن، لكن كمان مكتوب فيه غلطتها معاه بعد الجواز، وإن دانيال ابن ديفيد مارتن، وإن ماوريسيو فايس سممها فعلا انتقاما من ديفيد، وده علشان هو مش عايز يكتب له كتاب باسمه. وبنشوف الورق في ايد دانيال وبيبكي وبيحرقه. على الناحية التانية بنشوف أريادنا بتروح على قصر فايس اللي بقى مهجور ومفيهوش أي حد غير مرسيدس اللي هي في الأصل أختها، والأم البديلة اللي كانت مشلولة وبتنزع في الروح، فقررت تقتلها عشان ترحمها من عذابها. وقالت لمرسيدس إن مفيش حاجة هتفرقهم عن بعض تاني أبدا. أليثيا وصلت للفندق اللي كانت فيه أريادنا وقابلت لياندرو وبرر لها إنه عمل كل ده علشان هي قررت تسيبه، وإن هو محتاج لها في الفترة الجاية لما البلد كلها تبقى في إيده بسبب القايمة، وإن موضوع الأطفال ده كان صدفة حصل بسبب موضوع أطفال ماتايكس، وإن فايس استغله أسوأ استغلال وكان لازم يختفي. أليفيا قتلت لياندرو وراحت على فيلا مرسيدس
لقت اريادنا ومرسيدس منتحرين فولعت في القصر وخرجت. دانيال راح للعنوان اللي لقاه في تمثال الملاك، وبدل ما يقتل بقايا فايس شاله ورماه بره القصر وقال له انت حر. ففايس فضل يجري من مكان للتاني في برشلونة بيطلب من الناس ان هم يقتلوه، والناس بتتجاهله لحد ما مات لوحده، والشرطة أيدت جثته لمجهول، والجثة اترمت في الحفرة بتاعت سجن مونتايك اللي كان في يوم مدير ليه. بعد فترة بنشوف عيلة سيمبيري متجمعة في يوم الكتاب، بتراقبهم من بعيد أليفيا اللي بيشوفها فيرمين، فبيروح لها ويمشي وراها ويتقابلوا على رصيف المينا اللي فيه مركب مستنياها علشان تخرج بره برشلونة. فبيطلب منها تسمعه كل الحقيقة، فبتحكي له كل اللي حصل من ساعة ما سافرت، وإن فايس ما كانش مطلوب إن هم يلاقوه، وإن العملية كلها كانت مجرد تغطية لأنه بقى فاسد واضح ولازم الدولة تتخلص منه. وبنرجع لبرشلونة سنة 1964. خوليان ابن دانيال بياخدوا دانيال لمقبرة الكتب المنسية اللي بقى الحارس وأمين المكتبة فيرمين، وبيقع تحت إيده كتاب الأمير القرمزي، واحدة من سلسلة مدينة الملاعين لديفيد مارتن. بيوصلهم كتاب في البريد من باريس ملاك الضباب، عرف منه إن كاراكس لسه عايش وبيكتب تحت اسم بوريس لوران. أليثيا كانت بعتت للصحفي كل الموضوع بتاع المواليد، وقدر ينشرها بعد سقوط النظام في فترة خوليان. وبيفكر خوليان إنه يكتب رواية منفصلة متصلة من 4 أجزاء تحت اسم مقبرة الكتب المنسية، يحكي فيها حكاية عيلته. كتاب عن كاتب ومليان خيال، كتاب تاني عن كاتب يا إما مجنون يا إما عاقل مش عارفين وحكايته مع شيطان عقله أو الحياة، وكتاب تالت يلم كل الأجزاء الناقصة بطولة فيرمين، والكتاب الرابع عن باقي الحكاية. وبيدور على كاراكس اللي اكتشف انه عايش عشان يكتبها، عشان هو حاسس ان عنده الفكرة بس ما عندوش الموهبة، وفعلا بيلاقيه جنب قبر نوريان. فبيطلب منه كاراكس ان خوليان يكتب وهو هيرشده، وبيحصل كده لحد ما كاراكس بيموت، وخوليان بيخلف بنت بيسميها أليفيا اللي بيعرف من فيرمين انها لسه عايشة في امريكا، وبينشر الكتب بس بشرط انها تبقى تحت اسم خوليان كاراكس. وبتنتهي القصة وهو ماسك ايد إليفيا بنته اللي عندها 10 سنين، وبيقول لها ان اللي هتشوفه سر مش لازم حد يعرفه، لان اللي هيوريه لها مقبرة الكتب المنسية. بس كده. عنوان الكتاب ده بالنسبة لي هو الحقيقة. هل من الافضل اننا نعرفها؟ في كل اوقات الحقيقة في حد ذاتها بتخسرنا شيء، لكن في المقابل بنكسب قدامها ذاتنا اللي ممكن بعد عمر طويل نكتشف ان هو اللي بقالنا وان هو اللي نجانا. واننا نكون صراح وحقيقيين اهم 1000 مرة من ان يبقى فيه ولو جزء صغير مزيف فيه، لانه هينشر اشباح جاية من الماضي وممكن تدمرنا زي فايس او ترفعنا لفوق زي خوليان. مجموعة كتب عظيمة وخطيرة، وكل واحد منهم شكل ادبي غير التاني، منفصل عنه ومتوصل بيه، كأنك قريت كل انواع الادب في 4 أجزاء. وكانت دي النهاية بتاعتها، بس مش النهاية قوي. حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.